مستعجل وعايز تقلب نفسك في السريع وعايز تذاكر الانجليزي، فده الفيديو الامثل ليك. وده ليه؟ لان احنا هناخد يونت 7 ابطال تالتة اعدادي، لكن الخلاصة بتاعتها اللي تعرف من خلالها تقفل مادتك اللي هي الانجليزي. مش بس كده، هتبقى زي اللي قاعد يذاكر ويدح الوحدة كلها بالظبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابطال تالتة اعدادي عاملين ايه يا شباب؟ النهارده هناخد يونت 7 كلها، فركزوا معايا. نبدأ بسم الله بالفوكابلري. فوكابلري اللي هي الكلمات. كلمات lesson 1 and 2. أول حاجة fair play يعني اللعب النزيه، champion يعني بطل، respect احترام، teamwork يعني العمل الجماعي، focus يعني تركيز أو يركز، admiration إعجاب، athlete يعني رياضي، honesty الأمانة، strength قوة، speed سرعة، ancient قديم، competition مسابقة، compete يتنافس، honor شرف. كلمات lesson 3. continent قارة، united متحد، excellence تفوق، friendship صداقة. كلمات lesson 5 and 6. take part in يشارك فيه، confidence ثقة بالنفس، take advantage يستفيد أو يستغل، determination إصرار أو عزيمة، cheer يهتف، long jump القفز الطويل، excitement حماس، encourage يشجع، inspiration تحفيز أو إلهام. يلا بينا على الجرامر. يلا بينا. اول حاجة الجرامر بتاعك بيتكلم معاك على انت عايز كنت بتعمل حاجة في الماضي، وعايز تقول انا كنت بعمل حاجة في الماضي لكن بالانجليزي. مثال: ده انا كنت كل يوم خميس وانا صغير بروح العب مع اصحابي، يا ايام. انت بقى عايز تقول انا كنت بروح بلعب كل يوم خميس مع اصحابي، بس بالانجليزي تقول ازاي؟ كنت معتاد ان انا بلعب كل يوم خميس مع اصحابي، معتاد على used to. used to for past habit للعادات في الماضي، يعني ماضي. هتكلم على ماضي، فلازم اعرف هو الماضي بيتكون من ايه. الماضي بيتكون، انا بتكلم على الماضي البسيط، بيتكون من التصريف الثاني للفعل. الماضي بيتكون من التصريف الثاني للفعل. فيوز التصريف الثاني used، يوز التصريف الثاني used. وعشان used هو معتاد على، فانا هتكلم بصيغة الماضي فهقول used to. انا كنت معتاد على. هنزل الفاعل، انزل فاعل، فاعل يعني subject، وبعد كده انزل used to. و to حرف الجر to بيجي بعده على طول مصدر infinitive. I used to play tennis. انا كنت متعود اني العب تنس. He used to read books. هو كان متعود انه يقرأ كتب. They used to play basketball. هم كانوا متعودين ان هم يلعبوا كرة سلة. طب انا عايز انفي. طب ما انت كنت بتنفي الماضي البسيط ب didn't، والتصريف التاني للفعل كنت بتحط المصدر، يعني كنت بترجع التصريف التاني للفعل ده للمصدر. يعني بدل ما تقول used to هتقول used بس، بدل ما تقول used to هتقول use بس. تمام. تعالى كده يا باشا، هتنزل الفاعل بتاعك هو. عايز تنفي فانت هتقول didn't، و didn't بيجي بعدها المصدر used to، و to بيجي بعده الفيرب في المصدر infinitive. فهتقول الفاعل didn't used to والمصدر. هي ما كانتش متعودة ان هي تسبح. she didn't used to swim. طب انا عايز اسال ازاي؟ طب ما انت كنت بتسال في الماضي البسيط بديد فاعل مصدر، did subject الفاعل بتاعك used to، ده المصدر اهو، وبعد كده هتجيب مصدر الفعل. did you used to live in Cairo? yes I did. no I didn't. عايز تسأل بكلمة استفهام question word، بعد كده بتنزل did فاعل مصدر عادي. يعني انت التركيبة دي بتحط قبلها كلمة استفهام بس. تمام. question word. what sport did you used to do? what sport did you used to do؟ ايه الرياضة اللي كنت متعود انك تلعبها؟ يلا بينا يا باشا على السبيكنج. يلا بينا. السبيكنج اللي هو مهارة التحدث. الأسئلة اللي قدام عليك دي بتدربك
على ازاي ترد في سؤال المحادثة اللي هو الدايلوج. اول حاجة بيتكلم على history of sport. history of sport، تاريخ الرياضة. السؤال: what sport shows a lot of skill. what sport shows a lot of skill. هل تعتقد أن الرياضة لسه يلا بينا باشا على السبيكنج. يلا بينا. اول حاجه the history of sport، تاريخ الرياضه. عايز تتكلم عن تاريخ الرياضه. اول سؤال معاك بيقول what sport shows a lot of skill. ايه الرياضه اللي بتحتاج لمهاره كتير؟ I think archery shows a lot of skill. يبقى رياضة archery. تمام. تاني سؤال بيقول do you think sport connects culture as it did before. هل تعتقد ان الرياضة لسه بتجمع الثقافات cultures، الثقافات؟ الإجابة yes. I think sport still connects culture because people from different countries may compete and share values. الإجابة لأن الناس من بلاد مختلفة بيتقابلوا بيتنافسوا ويشاركوا قيمهم. A true champion، البطل الحقيقي. What makes a sport champion truly great. ايه اللي بيخلي البطل عظيم فعلا؟ Show respect and fair play make a champion truly great. ان يظهر الاحترام respect واللعب النظيف fair play. What did Rashwan do with his injured opponent? He played fairly and never take advantage of the injury. هو بيقول لك ايه او ازاي رشوان تعامل مع الاصابة بتاعة الخصم. لعب بشرف وما استغلش ميزة الإصابة. The Olympic Games، سؤال عن الأولمبياد. Why do you think the Olympic Games are important for the world. ليه الألعاب الأولمبية مهمة؟ Because they bring people from different countries together in peace. لأنها بتجمع الناس من دول مختلفة مع بعض في سلام. in peace يعني في سلام. تعالى كده باشا ندخل على reading comprehension speaking يعني skills. أول حاجة قطعة القراءة. تعالى كده باشا نقرأ القطعة مع بعض. Sport have always been part of people's lives. In ancient Greece, athletes competed in the Olympic Games to show strength and bring communities together. Later, the Romans enjoyed charity races and later fights. Today, sports teach teamwork, fair play, and respect, values that unite people all over the world. القطعة بتتكلم على تاريخ الرياضة وأهميتها. فبيقول الرياضة كانت دائما جزء من حياة الناس من أيام اليونان القديمة والأولمبيات اللي كانت بتبين القوة وبتجمع المجتمعات، مرورا بالرومان وسباقات العربات لحد النهاردة، حيث تعلمنا العمل الجماعي واللعب النظيف والقيم اللي بتوحد العالم. فيجي يقول لك سؤال the main idea of the passage is about، طبعا sport الرياضة. طيب أو يقول لك or what is the main idea of the text.
لو انت كتبت الرياضة فانت مش غلط، هتاخد نص الدرجة عادي. لكن انت عايز تاخد الدرجة كاملة، هتقول له إجابة منطقية شوية أو إجابة نموذجية. هتقول له the importance and history of sport، اللي هو أهمية الرياضة وتاريخها. عايز بقى تحل مفتاح الحل بتاع القطعة. دايما بص على أول جملة في القطعة، وغالبا بتكون هي الفكرة العامة. أو حدد القطعة بتتكلم على إيه عموما من خلال قراءتك ليها. تعالى كده يا باشا ندخل على السبيكنج معاك. بيختبر معاك سؤال الديالوج، المحادثة. complete the following dialogue. اوكي، عمر and سلمى are talking about sport event، عن حدث رياضي، بيتحدثوا او بيتكلموا عن حدث رياضي. عمر بيقول hi سلمى did you enjoy the school sport day yesterday؟ فسلمى قالت له yes it was amazing I really like long jump. عمر سأل سؤال، فهي قالت له I think Mariam jumped fastest she was great. فقال لها I like the relay race most. سلمى قالت له really I loved how everyone was cheering for their teams. فهو قال لها yes the atmosphere was full of excitement. سلمى قالت له sports events are important what do you think about that؟ عمر قال لها true they also helps us learn discipline and teamwork. سلمى قالت له next year I like to take part in the relay race. عمر that's cool. سلمى thanks maybe you can join me. عمر sure. تعالى كده في أول سؤال عمر بيسأل مين اللي نط لأبعد مسافة. عرفنا منين؟ لأن سلمى ردت وقالت أعتقد مريم هي اللي نطت لأبعد مسافة. طب ازاي اقول مين اللي نط لأبعد مسافة؟ who jumped the farthest، مين اللي نط لأبعد مسافة. هتاخد الكلمة دي وهتسأل بهو من. تمام. تاني سؤال عمر بيقول رأيه. عرفت منين ان هي جملة؟ لان اخرها نقطة. تمام. عمر بيقول رأيه انا موافق هي كانت مذهلة I agree she was amazing. عرفنا منين؟ لانه بعدها كمل وقال انا بحب سباق التتابع relay race اكتر. تالت حاجة عمر برضو بيقول جملة، عمر بيشجعها وبيقول لها I hope you win، اتمنى لك الفوز. او that's great idea دي فكرة عظيمة. عرفنا منين؟ لان سلمى قالت انها عايزة تشارك في سباق التتابع السنة الجاية. رابع حاجة عمر بيقول او بيختم الكلام بيقول هشارك معاكي ان شاء الله I will join you I'll see you then، اراكي حينها. عرفنا منين؟ لان سلمى اقترحت انه ينضم ليها وهو وافق وقال شور بالتأكيد. في بقى كلمات لازم تحفظها يا سيدنا من القطعتين. هو بيقول لك التحدي تريد التحدث عن العمل الجماعي واللعب العادل وتجد صعوبة في تكوين أسئلة والرد عليها. مفتاح الحل هسيبه لك تحت في الديسكريبشن وانت نازل تقول لي ايه رايك في الشرح. ومتنساش بقى اللايك وانت نازل. اول كلمة من غيضية الفكرة الرئيسية. تاني حاجة chariot race اللي هي سباقات العربات. gladiator fights صراع المجالدين. relay race سباق التتابع. cheering تشجيع. discipline يعني الانضباط. بس كده يا باشا، دي كانت يونت 7 بكل بساطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.